السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين تالتة ثانوي؟ النهاردة بأمر الله تعالى هنحل تمارين كتاب المعاصر تفاضل الدوال المتجهة. بإذن الله أكون مع حضرتك طول الترم التاني. هحل مع حضرتك كتاب المعاصر كله، مش هسيب ولا مسألة لما أحلها، سواء اختر من متعدد أو الأسئلة المقالية. هنشرح كل سؤال، مش عايز حضرتك تتفرج عليا وانا بحل سؤال كده، حضرتك مش هتستفاد. عايز حضرتك اول ما تشغل الفيديو توقفه. تمام؟ حضرتك هتحاول تحل السؤال، معرفتش، طب شوفني حليته ازاي. وقفت في النص، شوفني حليته ازاي. طب حليته، شوف حليته صح ولا غلط. حليته صح، انت كده برنس. طب معرفتش اكمل، معرفتش، شوف المستر حله ازاي وتعلم من الحل وحله تاني لوحدك. ولو عتلت شوفوا ايه عتلت في ايه، وهكذا لحد ما تتمكن من حل السؤال كله لوحدك. تمام؟ يلا بإذن الله نقول بسم الله ونبتدي بأول سؤال. بيقول لحضرتك معدل التغير في متجه موضع جسيم يتحرك في خط مستقيم بالنسبة للزمن يعرف بأنه. أول حاجة أنا هشرح لحضرتك كلمة كلمة. أول حاجة كلمة معدل التغير. حضرتك الكلمة دي بتفكرك في ايه؟ ايوه برافو هندسة، بتفكرني بالتفاضل يا مستر. اول ما شفت كلمة معدل التغير افتكرت التفاضل، ولما افتكر التفاضل افتكر الاشتقاق. امم طب انا هستفاد ايه برضو؟ هستفاد ان انا اشيل كلمة معدل التغير دي واحط كلمة بتساوي هي كلمة الاشتقاق. الاشتقاق، الاشتقاق في متجه موضع. هشتق متجه موضع. هو ايه متجه الموضع؟ متجه الموضع ده حضرتك اللي هو السين متجه، اللي هو الفاء، اللي هي المسافة او الازاحة بتاعت حضرتك. امم يعني انت بتقول لي يا مستر ان انا هشتق الازاحة او المسافة. طب هتشتقها بالنسبة لايه؟ هشتقها بالنسبة للزمن. يعني انا لما اشتق المسافة بالنسبة للزمن بتديني ايه؟ برافو، بتديني متجه السرعة. انت حضرتك دارس في التفاضل الدول المتجهة، لما بتشتق المسافة تديك سرعة بالنسبة للزمن. طب لما تشتق السرعة بالنسبة للزمن تديني عجلة. هنا قالك ايه؟ معدل تغير يعني اشتقاق متجه الموضع اللي هي الازاحة بالنسبة للزمن تديني سرعة. اذا اجابة السؤال الاول هتبقى ج متجه السرعة. نخش على السؤال التاني يا باش مهندس. بيقول لحضرتك معدل التغير، نفس الكلمة، معدل تغير، تفاضل، اشتقاق. اشتقاق ايه بقى؟ متجه السرعة. الاولى كانت متجه الموضع، التانية متجه السرعة. لما انا اشتق متجه السرعة بالنسبة للزمن بيديني بيديني العجلة. برافو يا هندسة. السؤال اجابته د العجلة. طبعا اول سؤالين مباشرين جدا، هو بيشوف حضرتك بس مذاكر الدرس ولا لا. نخش على السؤال التالت وبيبتدي يحط لك شويه شغل شويه. بيقول لحضرتك ان السين بتساوي نون زائد 2 الكل تربيع، فان عين بتساوي عندما النون ب5. هو عايز عين. طب حضرتك انت عشان تجيب عين بتجيبها عن طريق ان انت بتشتق الفاء. ايوه يا مستر صح. طب ما تروح تجيب لي الفاء. هجيبها ازاي؟ ما انت حضرتك واخد ان الفاء بتساوي س ناقص س صفر. ايوه صح. تمام، روح جيب لي س صفر، ما انت معاك السين. تمام، يعني ايه س صفر؟ يعني شيل كل نون وحط صفر. اول حاجه انا هفك السين دي بس وابسطها، فهقول نون تربيع زائد 4 زائد 4 مجموع مربعين تانية اعدادي، الاول في نفسه التاني في نفسه، اول في تاني في اتنين. تمام تمام. جبت السين، روح جيب السين صفر. هشيل كل نون واحط صفر، احط هنا صفر احط صفر، يبقى يديني ان السين صفر ب4. تمام، انا هروح اجيب الفاء اللي هي بتساوي س ناقص س صفر. تمام، تيجي نطرحهم من بعض. تعالى يبقى نون تربيع زائد 4 زائد 4 ناقص 4 راحوا مع بعض. تمام تمام. معاك الفاء، روح هات العين، اشتقاق مباشر. العين هتساوي 2 زائد 4. جبت العين، هو عايز عين بقى عندما النون ب5. تعويض مباشر، هتشيل النون وتحط 5 يبقى 2 في 5 ب10 زائد 4 هيديني 14، اللي هو الإجابة رقم ج. إجابة السؤال التالت ج. نخش على السؤال الرابع. السؤال الرابع بيقول لحضرتك إذا كانت السين كدالة في الزمن فإن الفاء. هو عايز السين، هروح أجيب له سين صفر أطرحهم من بعض جبت الفاء، وهتشيل النون وتعوض بيها، تعوض ب3. تمام. حضرتك معاك إن السين بتساوي تلت نون أس 3 زائد
4 نون ناقص 5. السين صفر بتساوي، شيل كل نون وحط صفر، هتحط هنا راحت، هتحط هنا راحت، يطلع لك بسالب 5. طيب هتروح تجيب الفاء. الفاء هي س ناقص س صفر، فانا هقول له تلت نون أس 3 زائد 4 نون ناقص 5 ناقص 5 بسالب 10. وقعت يا باشمهندس في الغلطة الكبيرة. ليه يا مستر؟ مش انا قلت لك ان الفاء هي س ناقص س صفر؟ اه صح. ماشي، حط السين كده لغاية هنا س صح، ناقص هتحط سالب س صفر بسالب 5، يبقى ناقص ناقص موجب، اذا هتبقى بصفر مش بسالب 10. دي غلطة كانت تتوقع طلبة كتيرة. تمام. فمن هنا ادي الفاء هتشتقها حضرتك، لا مش هتشتقها، هو عايز النون، هتشيل النون وتحط 3. فمن هنا هقول له ان تلت، هشيل النون واحط 3، الكل أس 3 زائد 4 في 3 هيساوي 3 أس 3 ب27 في تلت ب9، 4 في 3 ب12، 9 و12 21. إذا الإجابة رقم د. إجابة السؤال 4 د. بيقول لي ثانيا طالب العين صفر. طبعا في طلبة كتير هتستعجل وتروح تشتق الفاء وتجيب العين، وده غلط كبير. ليه؟ حضرتك هو مش عايز العين، العين هنا مشتقة الفاء هي السرعة النهائية، وحضرتك هنا عايز العين صفر اللي هي السرعة الابتدائية اللي هي العين نوت. تمام. بجيبها ازاي؟ بلجأ لقوانين نيوتن للحركة. حضرتك عندك 3 قوانين للحركة لنيوتن. طيب هستخدم انهي قانون؟ بص خدها كده قاعدة من مستر يوسف عشان تحل اي مسألة. في قوانين نيوتن للحركة لازم يكون عندك 3 حاجات، عندك حاجتين ما تتحلش، عندك حاجة ما تتحلش. طب انت عندك كام حاجة؟ والله يا مستر انا عندي ان النون ب3، وعندي ان الفاء ب21. تمام. عندك ايه تاني؟ لا ما عنديش حاجة تاني. عندك حاجتين تتحل؟ لا مستر يوسف علمني لازم يكون عندي 3 حاجات. عندك حاجتين ما تتحلش. تمام. ايه الحاجة رقم 3؟ هتروح للمسألة وتجيبها. هو انا معايا الفرق لو اشتركتها تديني السرعة. انهي سرعة؟ مستر يوسف لسه قايلها من شوية، السرعة النهائية. ايوه روح جيب لي السرعة النهائية، معاك زمن، معاك مسافة، معاك 3 حاجات، مسألتك اتحلت. فمن هنا انا هروح اجيب العين النهائية اللي هي مشتقة المسافة. تلت في 3 بواحد نون تربيع زائد مشتقة 4 نون 4. جبت العين، جبت العين. النون بكام؟ النون ب3، 3 تربيع ب9 و4 13. من هنا انت معاك العين ب13. تمام يا مستر. هعمل ايه تاني؟ بس الكلام بسيط. جبت العين النهائية ب13، معاك 3 حاجات، روح حل. الجأ لأي قانون من قوانين نيوتن للحركة. والله يا مستر انا معايا قانون بيقول ان العين بتساوي عين صفر زائد ج نون. تمام. فانا اقول ان العين بتساوي عين صفر زائد ج نون. ده اول قانون. معاك العين؟ معاك العين صفر هو عايزها. معاك العجلة؟ مش معايا. في كم مجهول في المسألة؟ في مجهولين، المسألة ما تتحلش. روح جيب قانون تاني، وليكن القانون اللي بيقول ان الفاء بتساوي عين صفر نون زائد نص ج نون تربيع. معاك الفاء؟ معاك العين صفر هو عايزها. معاك الزمان؟ معاك الجيم مش معايا. ما تتحلش يا مستر. ده انت لسه قايل لي لو معايا 3 حاجات اقدر احل اي مساله بقانون نيوتن الحركه. اقول لك كلام حضرتك صح وانا برضو صح، بس في بعض الحالات زي ديت هتضطر ان انت تحل معادلتين مع بعض عشان تجيب الناتج بتاعك. ازاي يا مستر؟ حضرتك في ال3 قوانين، القانون ده والقانون الاول والتاني والتالت المشترك فيهم الجيم. لو الجيم مش معاك حضرتك المسألة ما تتحلش. مستحيل المسألة تتحل، لازم أن تكون الجيم معاك. طب ما تروح تجيبها. ما هي مش معايا ومفيش حاجة اجيبها. طب ما تحاول تطيرهم مع بعض، تشيل اي جيم مع جيم، تحل معادلتين مع بعض. طب تعالى نجرب. انا هاخد المعادلة الاولى واعوض فيها. هشيل العين وهحط 13. هشيل العين صفر؟ لا مش هشيلها، انا عايزها اصلا. زائد هشيل الجيم؟ لا انا عايزها برضو. النون ب3 يبقى 3 جيم. ودي حضرتك المعادلة رقم 1. خش على المعادلة رقم 2. شيل الفاء وحط 21. شيل العين صفر؟ لا مش هشيلها، انا عايزها. شيل النون وحط 3 يبقى 3 عين صفر. تمام يا باشمهندس. راحت فين؟ ماشي تمام. زائد الجيم مش معاك، النون زائد نص
في الجيم مش معاك. في النون تربيع، النون ب3 تربيع ب9، نص في 9 ب3، من هنا هيبقى 3 جيم، ودي المعادلة رقم 2 يا باشمهندس. تمام، عندك معادلتين يا مستر، ناخد بالي ان هنا في 3 جيم وهنا 3 جيم. هضرب في -1، كلام اولى ثانوي. هتضرب انهي في -1؟ هضرب اي واحدة، وليكن هضرب دي في -1، هضرب دي في -1، هضرب دي في -1. هغير اشارتها ليه؟ عشان اشيل السالب 3 جيم مع موجب 3 جيم بالجمع. تمام، ومن هنا هجمع سالب عين صفر مع موجب 3 عين صفر، هتديني 2 عين صفر. تمام، نكمل في الصفحة التانية. تمام، لو بصينا كده هتقولي هنا -13 مع موجب 21 هيديني موجب 8 بيساوي. نرجع للمسألة تاني، قلنا موجب 2 عين صفر لما عين صفر مع موجب 3 عين صفر. تقدر تدوس على الشمال، هيرجع 10 ثواني عشان تشوف آخر خطوتين تنقلهم عندك بحيث ان انت تقدر تتابع معايا. فمن هنا لما اقسم على الاتنين هيديني الواحد، هقسم على الاتنين هيديني 4. اذا انا وصلت ان عين صفر ب4. تيجي نرجع للمسألة ثانيا، عايز عين صفر ب4، الإجابة رقم ب يا باش مهندس. تمام. ثالثا عايز الجيم. طبعا في طالب هيتسرع ويروح يشتق العين اللي هو جابها، او قصدي او مش هيروح يشتق العين، اسف، هيروح يجيب اي قانون من قوانين نيوتن للحركة اللي حضرتك كنت لسه شغال فيهم، اي قانون من دولت، ويشق عين صفر ويحط 4 ويجيب قيمة الجيم. وده طبعا غلط كبير. ليه يا مستر؟ لان حضرتك هنا لما كنت شغال في الاول كنت شغال بالزمن 3 ثواني، هو كان مدولك ب3 ثواني. طب حضرتك لما عايز الجيم قالك الزمن ب5 ثواني، هنا غير الزمن، غير قيمته. لما انا غيرت الزمن، غيرت السرعة، غيرت المسافة، الدنيا كلها اتغيرت حضرتك. فانا مش هعرف ارجع لقوانين نيوتن للحركة، هضطر ان انا ارجع للدالة الاصلية اللي هي الفاء، اشتقها اجيب العين، اشتقها اجيب الجيم، اعوض النون ب5 انا جبت الجيم. تمام، روح هات لي الفاء يا مستر. الفاء حضرتك كانت معاك بتساوي تلت نون أس 3 زائد 4 نون، دي المسافة. اشتقها هات العين، فأنا هقول له من هنا إن العين بتساوي تلت في 3 ب1 نون تربيع زائد 4. اشتق هات الجيم، هيبقى 2 نون. ده ثابت الاشتقاق بتاعه بصفر، كلام تفاضل، اشتقاق بارامتري اخدته في اول درسين تقريبا في التفاضل. تمام، من هنا انت عايز قيمة الجيم. النون ب5، هتشيل النون وتحط 5، يعني 2 في 5 الناتج ب10. لو رحنا هنلاقي اجابة ثالثا في السؤال الرابع اجابته ب10. السؤال الاجابة رقم ج. تمام، هنروح للسؤال الخامس يا باشمهندس. السؤال الخامس بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كانت السين بتساوي 4 جنون، تمام، فان الجيم بتساوي، هو عايز قيمة الجيم يا باش مهندس. عايز الجيم امتى؟ عندما النون بتساوي باي على 4. تمام، انا هعمل ايه؟ انت عايز الجيم حضرتك، انت علمتني بقى يا مستر يوسف، علمتني ان انا عايز عين، عايز جيم، عايز فاء. طالما انت اديتني سين بروح اجيب سين صفر اطرحهم من بعض اجيب فاء، اشتقها اجيب عين، اشتقها اجيب جيم. شوف انت حضرتك عايز ايه من التلاتة، سواء الفاء او العين او الجيم، والمسألة بتاعت حضرتي اتحلت. تمام، معاك السين، روح هات سين صفر، شيل النون وحط صفر فيديني 4 جا نون. وحضرتك هتقول لي هنا بصفر بسرعة، حضرتك ما تستعجلش. هو اي نعم كلامك صحيح، بس خلي بالك هنا في دالة مثلثية. في بعض الدوال المثلثية الصفر بتاعها ب1، زي جاتا صفر ب1، جاتا صفر ب1. انت متأكد يا مستر؟ تعال نشوف. جاتا صفر ب1، لكن الجا صفر اي نعم هي بصفر، بس خلي بالك في دوال مثلثية تانية ب1 الصفر بتاعها، عشان في طلبة كتيرة بتستعجل تشوف الصفر ما بتاخدش بالها من الداله المثلثيه اللي جنبها، تقول لك صفر على طول. لا، خلي بالك. تمام، من هنا ان السين صفر بتساوي صفر. تمام يا باشمهندس، من هنا انا هروح اجيب الفاء اللي هي ب4 جا نون، اللي هي السين ناقص سين صفر بصفر، مش هتفرق بقى خلاص. تمام، من هنا هروح اجيب العين، ما هي العين هي مشتقة الفاء. طيب تمام، ال4 ده ثابت، مشتقة الجا جتا نفس الزاوية. اشتق العين هاتلي جيم، ما هو المطلوب جيم حضرتك. تمام، من هنا الجيم هتبقى مشتقة الجتا
جا نفس الزاوية والأربعة تنزل، بس خلي بالك في سالب، مشتقة الجتا بسالب جا. تمام. من هنا أنا معايا النون بباي على الأربعة، فأقول له إن الجيم هتساوي سالب أربعة في جا نون اللي هي جا باي على الأربعة اللي هي جا 45. جا نون ب45. تعالى نتأكد بالآلة يا باش مهندس. هتقول لي جا باي على الأربعة. ثانية معلش، أنا هجيب باي على الأربعة الأول لوحدها، هتأكد إنها ب45. تمام، واضرب في 180 هتطلع معايا ب45. جا باي على الأربعة ب45، أنا اتأكدت أهو. تمام. تمام. من هنا هحسب بقى، هقول له يساوي جا 45 على 4 بجذر 2 على الاتنين في سالب 4. تعال نشوف هتطلع بكام. سالب 4 في جا 45 هتطلع مع حضرتك بسالب 2 جذر 2. لو رحنا للاختيارات هندور كده هنلاقي الاختيار رقم ب عند حضرتك إجابة السؤال الخامس سالب 2 جذر 2. تعال نخش على السؤال السادس يا باشمهندس. بيقول لحضرتك إذا كانت إن السين بتساوي 4 زائد 3 نون ناقص نص نون تربيع. بيقول لحضرتك إن الف ب2.5 عند النون بكام؟ يعني عندما النون بتساوي كام معاك الف ب2.5. تمام. معاك ايه؟ معايا السين. خلاص بقى انت حفظت يا باشمهندس. معايا السين، اروح اجيب سين صفر اطرحها من بعض جبت الفاء. تمام. هروح اجيب ان السين صفر، عندك شيل كل نون وحط صفر، هتشيل دي اي حاجة بصفر بصفر. كذلك الامر هيبقى لي 4 سين صفر ب4. روح جيب الفاء يا باشمهندس، فالفاء يا سين ناقص سين صفر فيديني 3 نون ناقص نص نون تربيع. يمثل في 4، ما هنا عندك ناقص س صفر اللي هي بسالب 4 راحت مع موجب 4. تمام. من هنا انت معاك الفاء، هو عايز يبقى عايز النون عندما الفاء ب2.5. خلاص شيل الفاء وحط 2.5. 3 نون ناقص نص نون تربيع. نون تربيع نون حد مطلق مقدار ثلاثي تانية اعدادي، اول درس في تانية اعدادي. من هنا انا هودي ال2.5 بعكس الاشارة فيديني 3 نون ناقص نص نون تربيع ناقص 2.5. تمام. حضرتك هتظبط المسألة شوية، هتقولي سالب نص نون تربيع زائد 3 نون ناقص 2.5. تمام. من هنا انت مش متعود ان يكون عندك سالب في المقدار اللي هو الحد الاول، فهتضرب المسألة كلها في -1. قاعدة حضرتك اتعلمتها في اولى ثانوي. من هنا هيديني نص نون تربيع ناقص 3 نون ناقص لا زائد 2.5 عشان ضربت في سالب. من هنا انا هحلل بالآلة على طول. طبعا كلام حضرتك عارفه، عارف بتحلل الآلة ازاي. لو حضرتك مش عارف بحلل بالآلة ازاي، لو معاك آلة كاسيو 991 اي اس بلس هتدوس مود 5 3 مود 5 3. من هنا حضرتك هتشيل عندك نص وسالب 3 و2.5. ايه دي؟ عندك نص بيساوي سالب 3 2.5. من هنا لما حلل هيطلع معاك ب5 و1. الإجابة بتاعت حضرتك إن النون مرة هتطلع ب5 ومرة هتطلع ب1. لو رحنا بصينا للاختيارات هنلاقي الاختيار رقم ألف في السؤال السادس 1 و5. تمام. تمام. تعالى نخش على السؤال السابع يا باشمهندس. بيقول لحضرتك إذا كانت إن السين بتساوي 5 زائد 6 نون ناقص نون تربيع، وكان ان مقياس العين بيساوي 4، فإن النون. والله مثلا انا حفظت خلاص. ايوه يا باشمهندس انا عارف ان انت حفظت والله. معايا السين اروح اجيب سين صفر اطرحها من بعض جبت الفاء اشتق اجيب العين. تمام. من هنا انا هروح اجيب ان السين صفر شيل كل نون وحط صفر هتطلع معاك ب5. اعملها على الآلة بلاش تعملها بدماغك عشان ما تتلخبطش او تطلع ناتج غلط. حرام هتبوظ المسألة وحضرتك عارف حلها. من هنا انا هقوله ان الفاء بتساوي س ناقص س صفر فيديني ان ال6 نون ناقص نون تربيع. مستر في 5، ما هنا هقول لك ناقص 5 هيروحوا مع بعض. جبت الفاء هاتلي العين. من هنا العين ب6 ناقص 2 نون مشتق 6 نون 6 ناقص 2 نون. من هنا حضرتك هتروح تقول لي انا هشيل العين وهحط 4 بيساوي 6 ناقص 2 نون. من هنا انا هودي ال4 الناحية التانية فتبقى 4 ناقص 6
بيساوي سالب 2 ن. من هنا 4 - 6 بسالب 2، السالب مع السالب والاتنين مع الاتنين تطلع معايا ان النون ب1. حضرتك هتجري في الاختيارات وتيجي تختار الاختيار رقم واحد، هتلاقي ان مفيش ولا اختيار بيديك الاختيار رقم واحد. هتلاقي جيم موديل فيهم واحد بس 4 و5. طبعا حضرتك هتهبد الهبدايه الجميله بتاعتك وتقول لي بما ان مقياس العين بيساوي 4 فانا هختار الواحد و4. ولا غلط طبعا. ليه يا مستر حضرتك؟ وهنا قال لك ايه؟ قال لك العين ب4 ولا لك مقياس العين ب4؟ لا، قال لي مقياس العين ب4. ما معنى ان مقياس العين ب4؟ ان العين بتساوي موجب وسالب 4. خدت بال حضرتك بقى؟ خلي بالك من التركاية ديت. مقياس العين ب4. ما قالكش ان العين ب4، قالك المقياس يعني موجب وسالب. انت اخدتها مرة بالموجب، روح خدها بقى مرة تانية بالسالب. يبقى سالب 4 بيساوي 6 - 2 ن. هتودي الستة الناحية التانية، يبقى سالب 4 - 6 بسالب 10 بيساوي سالب 2 ن. حضرتك السالب مع السالب وعلى الاتنين فعل واحد على الاتنين فعل 5. من هنا طلعت ان النون ب5، يبقى الإجابة 1 و5. الاختيار رقم د. تمام يا باشمهندس؟ تمام. تمام، نخش على السؤال الثامن، واللي هو تقريبا يا باشمهندس نفس الفكرة. تعال نحله. بيقول لك ان السين مع حضرتك بتساوي ن أس 3 زائد 2، ومعاك ان مقياس الجيم بيساوي 12، فإن النون بتساوي. تمام. خلاص بقى حضرتك حفظت. هتروح تجيب السين صفر وتجيب الفاء، كلام يعني اتحفظ. هتحط الصفر كله أس 3 هيطلع معاك ب2. إذا من هنا إن الفاء هتساوي س ناقص س صفر، يبقى ن أس 3 زائد 2 ناقص 2 راحت. يبقى الفاء بتساوي ن أس 3. هتشتقها تجيب العين تطلع معاك ب3 ن تربيع. هتشتق تجيب الجيم هتطلع معاك ب6 ن. هتشيل النون. هو عايز النون عندما مقياس الجيم ب12. حلو. هتشيل الجيم، هتحط مرة موجب 12 ومرة سالب 12. هنبتدي بالموجب. 6 ن على 6 فعل واحد على 12 فعل 2. اذا النون معاك هتساوي 2. هتجرب مرة بالسالب، هيساوي 6 ن على 6 فعل واحد على 12 فعل 2. بس النون هنا هتبقى بسالب 2. طبعا مفيش زمن بالسالب، فهيبقى الرقم ده مرفوض، وهيبقى الاختيار بتاع حضرتك الاختيار رقم ألف اللي هو 2. تمام. نخش على السؤال التاسع. بيقول لحضرتك الفاء بتساوي سالب نص ن تربيع زائد 2 ن، فإن الحركة تكسيرية. حضرتك عارف إن الحركة بتبقى تكسيرية عندما الجيم في النون أقل من الصفر، والحركة تزايدية عندما الجيم في النون أكبر من الصفر. هو قالك الحركة تكسيرية، يعني هقوله الجيم في النون أقل من الصفر. تمام. هو معاك الفه عايز حركة تكسيرية من الفترة كاملة كام؟ أولا أنا أروح أجيب له الجيم هي مشتقة العين. أروح أجيب العين هي مشتقة الفاء، فأنا هشتق. فمن هنا هيديني سالب ن زائد 2 مشتقة الفاء. 2 راحت مع النص بقى سالب ن زائد 2. مشتقة العين جيم هيديني سالب 1. تمام معايا ان الجيم بسالب 1. فانا كده لما هاجي اعوض هشيل الجيم واحط سالب 1 في ن اقل من الصفر، صح؟ هتقولي صح. حلو. بيقولك هنا النون بتنتمي من الفترة كام لكام. تعالى كده نجرب اول اختيار، وهي الفترة من 2 لما لا نهاية. حضرتك لو بصيت للاتنين دي هتلاقيها مفتوحة. تمام يا مستر؟ يعني انا لو اخدت الاتنين وعوضت بقى هنا سالب 1 في 2 بسالب 2، صح؟ مفتوحة. هتنزل تاني، هي هتبقى 1 في سالب 1 بسالب 1، صح؟ هتنزل تاني هيديك صفر بسالب 1 بصفر. هل الصفر اقل من الصفر؟ لا طبعا. طب انزل تاني هتاخد السالب 1. سالب 1 في سالب 1 سالب مع السالب موجب 1 في 1 بموجب 1. هل الموجب 1 اقل من الصفر؟ لا. اذا الاختيار ألف ما يلزمنيش. حضرتك هتاخد الاختيار ب. بيقولك صفر بس مغلقة، يعني هتاخد فيه هتبتدي بالواحد.
هتحط واحد سالب واحد في واحد بواحد، اتنين سالب اتنين، تلاتة سالب تلاتة، أربعة سالب أربعة. إذا أي رقم من بعد الصفر اللي هو واحد لحد الما لا نهاية ممكن أحطه هنا وعوضت بيه، هيديني ايه يا باشمهندس؟ هيديني رقم بالسالب. طب وايه تاني؟ واتنين مفتوحة. حلو، يعني اتنين فيما فوق معايا التلاتة والاربعة والخمسة والستة، برضو الارقام دي كلها معايا. هتقول لي ما انت هنا برضو اتنين مفتوحة، اقولك لا، هنا الاتنين كان في الاول فهتبقى تنازلية، هنا الاتنين الناحية التانية فهتبقى تصاعدية، اتنين وتلاتة واربعة وفيما فوق. اذا الاختيار الصح اختيار ب. طب تيجي نشوف جيم. بيقول لي واحد فيما اقل، هتاخد الصفر مش هينفع، هتاخد السالب واحد مش هينفع. تعال نشوف دي. أربعة فيما أقل، هي الأربعة والواحد والاتنين كلها هتبقى أرقام تنازلية وهتوصل للصفر وللسالب ومش هتنفع. إذا اختيار إجابة السؤال رقم تسعة الإجابة رقم باء. تمام يا باشمهندس، نوصل للسؤال 11. بيقولك إذا كان متجه موضع لحركة جسيم س يعطى كدالة في الزمن، حيث إن س متجه هو مديها لحضرتك بتساوي كاف نون ناقص 12، حيث ي متجه وحدة ثابت، وكان معيار متجه الموضع بيساوي 20. يعني أنا عندي معيار متجه الموضع ب20. طب ما هو متجه الموضع؟ هو س اهو، قالك متجه الموضع للحركة هو س. س ايه؟ س متجه. حلو، هو عايز الكاف، هتعوض مرة حضرتك بموجب 20 ومرة بسالب 20 تعرف قيمة الكاف. تمام، فمن هنا حضرتك هتشيل السين وتحط لي موجب 20 هتساوي، هتشيل النون وتحط 4، قالك ان ده منهم ب4، هيبقى 4 كاف ناقص 12. السالب 12 تروح الناحية التانية هيديني 32 هيساوي 4 كاف على 4 فيها الواحد على 4 فيها التمانية. إذا من هنا الكاف بموجب 8. طيب هتعوض مرة بسالب 20 هيساوي 4 كاف ناقص 12. من هنا هتروح الناحية التانية، سالب 20 زائد 12 يديني سالب 8. 4 كاف على 4 فعل واحد على 4 فعل 2. إذا معايا الكاف بسالب 2 وموجب 8. الاختيار ألف يا هندسة. الاختيار ألف. سؤال رقم 11. تمام يا باشمهندس، تمام. خش على السؤال رقم 12. تمام، يلا بينا يا باشمهندس. بيقول لحضرتك ان السين بتساوي ألف نون تربيع ناقص آسف 5 نون زائد الباء، حيث ألف وب ثابتان. بيقولك وكان السين ب9 عندما النون ب1، وكانت العين ب17 عندما النون ب2. قالك عين ومعاك سين، روح هاتلي ف. فأنا في الأول راح أجيب سين صفر عشان أجيب الف. هتشيل السين هتشيل النون وتحط صفر، هتشيل النون وتحط صفر، هيطلع معاك ان س صفر ب. لما تيجي تجيب الفاء هتقولي ألف نون تربيع ناقص 5 نون. طبعا الب راح لان هتحط زائد ب ناقص ب راحوا مع بعض. من هنا معاك الفاء. قالك العين. حلو، هتشتق وتجيب العين. فمن هنا ان العين مع حضرتك بكام؟ ب2 ألف نون ناقص 5. حلو كده، انت معاك العين. قالك العين بكام بقى؟ ب17. 2 في ألف في نون عندما النون بكام؟ ب2 ناقص 5. فهنا 2 في 2 ب4 هيديك كام؟ هيديني 4 ألف ناقص 5 بيساوي 17. حضرتك هتودي الخمسة الناحية التانية هتبقى زائد 5 اللي هو هيديني 22. 4 ألف على 4 فعل واحد على 4 تطلع تقريبا ان الألف تقريبا ب5 على 2. وتعالى نتأكد يا باشمهندس. تعالى نشوف هنا 4 آسف 22 على 4 ب11 على 2. آسف ب11 على 2. تمام. هنروح نجيب الب عشان نطرح الاتنين من بعض. قلت لي عندما السين ب9 النون ب1. طب ما انت معاك السين اهي. حلو، شيل السين وحط لي 9. تمام، وشيل النون وحط لي 1. هتشيل النون وتحط 1 هيبقى 1 تربيع ب1 ألف ناقص 5. شيل النون وحط 1 تبقى 5 زائد الب. ودي سالب 5 الناحية التانية تبقى موجب 5 مع 9 هيديني 14 هيساوي ألف زائد ب. ما حضرتك معاك الألف ب11 على 2 زائد الب بيساوي 14. هتودي ده الناحية التانية، من هنا الب هتطلع معاك 14
ناقص 11 على الاتنين هتطلع معاك ب17 على الاتنين. اذا جبت الالف وجبت الب. هو عايز ايه؟ عايز ب ناقص الف. ما الب اللي انت لسه جايبها ناقص الالف اللي هي ب11 على الاتنين. الاختيار هيطلع مع حضرتك الاجابه تطلع مع حضرتك 3 اللي هو الاختيار رقم ب. تمام يا هندسه؟ تمام. نخش على السؤال رقم 13. بيقول لحضرتك يا باشمهندس يتحرك جسم في خط مستقيم بحيث يعطى القياس الجبري للإزاحة بالعلاقة فيه، فإن المسافة التي يقطعها الجسم خلال الثواني الستة الأولى. تمام يا باشمهندس. أول حاجة أنا راح أكتب الدالة بتاعتي اللي هي إن الف بتساوي 3 نون ناقص نص نون تربيع. هو عايز المسافة خلال الست ثواني الأولى بس، يبقى من 0 ل6. حلو. هنقول له أنا هجيب ف 6 ناقص ف 0. يلا كده شيل النون وحط 6، يبقى 3 في 6 ب18 ناقص شيل النون وحط 6. 6 تربيع ب36. 36 في نص ب18. اذا الإجابة عندك صفر. مش الإجابة ده فيه 6 بصفر، وفيه صفر هتحط هنا صفر راحت، هتحط هنا صفر راحت، يبقى صفر ناقص صفر صفر. الإجابة عند حضرتك رقم ألف. تمام يا هندسة؟ تمام. نخش على السؤال 14. دور أول 2021. وأنا عارف إن حضرتك بتحب الحاجات دي. سؤال سهل محتاج من حضرتك بس تركيز بسيط جدا، والله هتحل السؤال بسرعة جدا. وسؤال يعتبر مباشر، هو سهل ممتنع، محتاج حضرتك تركز سنة بس. بيقول لك بدأ الجسم الحركة في خط مستقيم وكانت سرعته عين متر على الثانية. تعطى كدالة في الزمن. ما حضرتك معاك ان العين بتساوي 4 نون أس 3 ناقص 2 نون. فإن العجلة، هو عايز العجلة عندما يا هندسة النون بتساوي جذر 2. تعويض مباشر على فكرة، تعويض مباشر. يا عم انت معاك العين، روح هات الجيم اشتق. 4 في 3 ب12 نون تربيع ناقص 2. جبت الجيم. عايز الجيم عندما النون بجذر 2. خلاص بقى تعويض مباشر. ادي ال12 هتشيل النون وتحط جذر 2 لكل تربيع ناقص 2. هنا الاتنين هتروح مع الجذر، يبقى 12 في 2 ب24. 24 ناقص 2 هيديني 22. اذا الجيم عندي ب22. الاختيار رقم د. وبكده يا باشمهندس نبقى حلينا معاك الجزء الاول من حل تمارين كتاب المعاصر تفاضل الدوال المتجهة. سامحنا يا باشمهندس، الدرس تمارينه كتيرة حبتين. هم 14 سؤال اختر من متعدد وحوالي 15 سؤال مقالي. هنزلهم لحضرتك على فيديوهين. الفيديو الاول اللي هو الاختياري ال 14 سؤال ادينا حليناهم مع بعض سؤال سؤال، سيبناش السؤال، شرحنا كل سؤال بالتفصيل وانتهينا من حل ال 14 سؤال. سيب حضرتك تحلهم مع نفسك تاني وتأكد من حلك، واللي هتلت فيه ترجع للفيديو وتذاكره كويس. وبإذن الله أشوف حضرتك بإذن الله بعد بكرة في الجزء التاني من حل تمارين كتاب المعاصر تفاضل الدوال المتجهة الأسئلة المقالية. شكرا لحضرتك، كان معاك مستر يوسف.